so much. Thank you. Thank you so much. قاعدة أتابع الفيلم. أحس توقيت غلط إني قاعدة أشوف الفيلم هذا لأنه كارثة. كارثة، الطيارة تطيح بنص الجبل. بعدين فتحت الشباك وشوف المنظر اللي شفته كمان. اوبس، شوفوا المنظر بالله، والله نفس الفيلم. طاحوا كذا في جبل وكله مغطى ثلج. او ماي جاد، شوف الطيارة هناك. او ماي جاد، اوف والله انها سريعة. وات كريزي، أول مرة أشوف طيارة معانا في الجو. المهم الفيلم يعني مرة يحمس بس يخوف. معاناة، حياتهم طاحوا في الجبل، عبارة عن معاناة. حط لكم اسمه بعدين شوفوه، بس لا تشوفوا في الطيارة زي. هاي جايز، خلصت الموفي. بكيت وضحكت، مو طبيعي، مشاعر متلخبطة. موفي طويل بس أنصح فيه، مرة قوي. وأنا ما أعرف ليش اخترت أشوف الموفي هذا في الطيارة. يعني أحس إنه يخوف، إنه حادثة صارت في الطيارة وطاحت والناس. ما أبغى أحرق عليكم موفي بس لازم تشوفوه. أحلى شيء يعني إنه يخليكم تنشدوا للموفي هذا إنه مستوحي من قصة حقيقية، يعني القصة من جد صارت. فكل ما تشوفوا لقطة تقول يا الله الناس كيف صمدوا وكيف قدروا يعيشوا هذه المدة كلها. تخيلوا يعني كانوا ياكلوا عشان يصمدوا، كانوا ياكلوا. آخر شيء صراحة بكيت، ما قدرت يعني خلاص. لما يا الله حتدعولي إذا تحبوا أفلام اللي فيها الطيارات وأشياء كذا متعلقة بالطيران وكوارث كذا راح يعجبكم. مرة حلو، أنا بالنسبة لي 10 من 10. بعدين واي 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 واي. المهم يا جماعة، بعد ما خلصت الفيلم قلت خليني أشوف دبي بلينك. يا ريتني ما شفت، والله ما قدرت. يمكن أكثر من 10 دقائق يعني أحاول أبلع البرنامج، بس صراحة مو ستايلي أبدا، ما عجبني. يعني حسيته مو ممتع، ولا إنه يضحك، ولا إنه مسلي. ما أعرف إيش الغرض من البرنامج هذا. طبعا تبادلنا الأماكن. الرحمن جلسينا ورا. وإلي كل شوي تبغى شيء، كل شوي تبغى شيء. عشان كذا قلت عبد الرحمن خلاص خليني تقعد جنبي طول الرحلة وهي قاعدة مع الآيباد. تخيلوا طول الرحلة ولا سابته. عايزة الطلب عندي هنا تقعد مع الآيباد. بكرة ما راح أخليها تقعد ولا دقيقة. كل شوي تشيك على هذا، على الخط هذا، وصلنا ولا لسه. تقول يلا ما باقي شوية باقي شوية. المهم تقريبا باقي لنا نص ساعة. تعبتي؟ تعبتي؟ انتبهي. يلا لسه باقي لنا يمكن نص ساعة ونوصل بإذن الله. عدلت الميك اب، حطيت شوية بلاشر، بس قاعدة كذا ما أعرف شو أسوي. شكلي حقعد على الألبوم الصور وأشوف الفيديوهات اللي مصورة مليون فيديو مليون صورة. ولما ألبوم الصور عندي يكون مو مرتب أحس إنه كأنه غرفتي مو مرتبة كذا، أحس متضايقة ما أدري كيف. فحقعد أشوف الأشياء اللي باغية تنحذف. يمكن عندي 2000 فيديو و1000 صورة. تخيلوا الرحمن ما أدري ما يطفش من الأنمي، يقعد طول الرحلات كذا يتفرج أنمي لدرجة إنه يكرر الحلقات. تخيلوا. صدقوا
وانه احس الرحله كانت مره سريعه كذا، يمكن لانه الفيلم طويل، يمكن مدته 2.5 ساعة. هي حتى انا انه حاسه الرحله سريعه. ايه والله رحله مره سريعه ما حسينا فيها، وكمان توقيتها مره حلو، التوقيت اللي ما تكونوا فيه تعبانين كذا، الظهر العصر. المهم الحين لقيت لي يوسف افندي في الشنطه، هقعد انقنق انا وإلين فيه. شوفوا ايش لقيت عندي في الشنطه، اخذته الصباح لما رحنا نفطر البوفيه. يا الله قديش اموت في اليوسف افندي، يا ربي اعشق ريحته. والله انا انصدمت لما شفته. والله نسيتيه صح؟ الفطور. هذا الشيء توحمت عليه وانا حامل بإلين. كنت اصحى الصباح واكل كيلو، على الغدا كيلو. خذي لولي تبي تطيح حبيبتي بالعافيه. ضاعت بالكرسي. لا خلاص ما ينفع ناكلها، كرسي الطياره. لماذا سنأخذ بعض القليل في دبي؟ يرجى منكم العدم بقعدكم المستقر باحتياط. يلا يا جماعه قربنا نهبط. من زر مصر وأغلقت الطعام. يرجى منكم أيضا قراءة السلام الموجودة في مقعد أمامكم، وفي حالتك لا تلقى ترجيح من حقائق والشكرا. وصلنا على السلامة. لسه الحين حنهبط باذن الله. دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. يا حبايبي اللي صاروا يراقبونا في الرادارات الله يسعد قلبكم. تصدقوا انه انا ما حسيت انه قالت انه اخذ لفه فينا. لا يعني لفه بس الرحله كانت رائعه والله ما شاء الله الرحله ولا اروع، ما حسينا بالوقت كذا، ميسره، كل شيء سهل مره كذا، من احلى الرحلات. الحمد لله على السلامه يا جماعه، انا مره مبسوطه. احس كذا في قلبي شوق، احس صار لي دهر ما جيت هنا الصراحه البدايه والنص اكشنات، وسالفه العجوز اكشن، وسالفه اول ما سافرنا من دبي، بس الحمد لله ختامها بس الصراحه الرحله كانت جدا رائعه الحمد لله. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على سلامة الوصول. لا أحكيكم كيف الجو في الإمارات ما شاء الله ولا أروع. درجة حرارة كم؟ 25. أحلى جو. احلى جو. خاصة إن هربنا من حر ولا برد؟ اي والله. Arrivals baggage claim this side. Arrivals baggage claim this side. Arrivals baggage claim this